يعني مش بتهم قطاع عريض ولكن بتهم كل مواطن مصري، لانه ما فيش حد فينا ما بيتعبش، ما فيش حد فينا ما بيحتاجش للدواء. ففقرتنا التاليه هتكون عن الدواء والدواء المصري تحديدا، ما له وما عليه. والحقيقه انه كمان وجود دائما ادويه مستورده او ادويه اجنبيه بتخلي دايما حتى لو نروح نشتري من الصيدلي، حتى لو مكتوب لنا دواء مصري بيبتدي يخيرك تحب تاخد المصري ولا تاخد الاجنبي. وايه الفرق بين المصري والاجنبي يا دكتور؟ لا طبعا الاجنبي فعاليته اعلى، فطبعا لا انا عايز الاجنبي. هل الكلام ده مظبوط ولا غير صحيح؟ وكمان الاسماء العلميه والتجاريه الخاصه بالادويه، يعني كتير من الادويه احنا بنستخدم اسمها التجاري، ما بنستخدمش اسمها العلمي. الكلام دوت الحقيقه تحديدا التجمع الصيدلي المصري عمل حمله باسم حمله الدواء بالاسم العالمي او بالاسم العلمي، عفوا حمله الدواء بالاسم العلمي، بيطالب هذا التجمع بانه الدواء يصرف بالاسم العلمي وليس بالاسم التجاري. ازاي الكلام ده ممكن يحصل وايه المقصود منه وايه اللي هنستفيد منه سواء كمواطنين كمرضى او كمجتمع كاقتصاد مصري؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيوفنا. دكتور صالح منصور رئيس مجلس إدارة التجمع الصيدلي المصري، أهلا بيك معانا. دكتورة إيمان الجيزاوي المتحدث الإعلامي باسم التجمع، أهلا بيكي معانا. أهلا بحضرتك. طب أولا بس قبل ما نبتدي عايزين نعرف التجمع الصيدلي المصري، عايزين نتعرف عليه أكتر ونفهم إيه طبيعة هذا التجمع وإمتى اتكون. والله هو مشروع الدواء بالاسم العلمي جمع حواليه عدد كبير جدا من سادة مصر. فبدأوا يشوفوا كيان يعني يحمي هذه الحملة ويوصل صوتهم إلى الجهات المسؤولة في الدولة. فاتخذوا الطرق اللي هي المشروعة القانونية يثبتوا أو يأسسوا لكيان رسمي يعني يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وهو سموه التجمع الصيدلي المصري. تمام. دكتوره ايمان تدينا معلومات اكتر عنه لو فيه لو مطلوب اكتر. يا ريت برضه عشان نبقى فاهم. يعني اذا انا فهمت كده انه الفكره الاول هي اللي بدات ان انتوا بتدعوا انه الاسم يبقى التداول بالاسم العلمي وليس التجاري، فبالتالي انتوا حبيتوا تدرجوها تحت منظومه تقدر ان هي تدافع عن هذه الفكره، فقررتوا ان انتوا تكونوا هذا التجمع. بالظبط. هو احنا طبعا طرحنا الفكره حوالي من سنه ونص. زي ما قال دكتور صالح احنا كنا عايزين حد يعني يحمي الفكره بتاعتنا ويسرع الخطوات شويه، ويبقى نعرف نخاطب بيها الجهات الرسميه ونعرف ناخد قرارات ونعرف نطبق فعلا الاسم العلمي في مصر. فكونا التجمع، هو زي ائتلاف احنا سميناه التجمع الصيدلي المصري بتداول الدواء بالاسم العلمي. تمام. دي مشكله رقم واحد اللي احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نحلها. طبعا في حاجات تانية، يعني التجمع مش واقف بس على الاسم العلمي، يعني في حاجات تانية ان شاء الله باذن الله هتتوالى. طب بس هو رقم واحد بالنسبه لنا دلوقتي هي قضيه تداول الدواء بالاسم العلمي. قبل برضو ما ادخل في الموضوع، يعني التجمع ده بيضم قد ايه من صيادله مصر؟ وهل بيضم كتير؟ يعني تقريبا حوالي يعني اكتر من 2000-3000 صيدلي تقريبا، وفي ازدياد كمان. يعني كلكم من يعني مراحل عمريه معينه ولا في ناس اجيال قديمه برضه انضمت ليكم؟ بالمناسبه معانا اطباء كمان مؤيدين للمشروع. تمام. يعني احنا مش صيادله بس، احنا صيادله واطباء. تمام. يعني اذا هو فكر مجتمع عليه اكتر من جيل يعني او اكتر من اوكي. طيب فكره بقى انه الدواء يعني نتعامل معاه بالاسم العلمي مش الاسم التجاري، عايزين نفهمها دي عشان الناس اللي بتتابعنا تفهم ايه الفرق ما بين الاسم العلمي والاسم التجاري. والله هو ده صلب المشروع التجمع الاساس اللي قام عليه التجمع الصيدلي، اللي هو الانتقال الى تداول الدواء وفقا للاسم العلمي. زي ما هو موجود في كل دول العالم المحترم. وحتى الدول الناميه فيها قطاع كبير جدا من الدول بيعتمد الاسم العلمي في التداول. ده السبب في ان هم تخلوا عن فكره الاسم التجاري في الدواء في توحش من الشركات الكبيره. المصطلح ده او المعنى ده هو اللي دفع العالم كله للتخلي عن الاسم التجاري، لان الشركات الكبيره بدات تمارس ضغوطات مشروعه وغير مشروعه على المنوط بيهم الصحه زي الاطباء في فرض ادويه بعينها. الاول بتنشر ثقافه خاطئه في المجتمعات. على فكره الموضوع موضوع عالمي. الشركات دي بتنشر ثقافة خاطئة في المجتمعات انه ادويتها هي الفعالة، وما عدا ذلك فهي ادوية رديئة وغير امنة وهكذا.
مصر من الدول اللي تاثرت جدا بهذه الثقافه الخاطئه، لدرجه انه الاطباء نفسهم بدات تتولد عندهم الثقافه انه الادويه المصريه رديئه. تمام. مهما تكلموا، مهما تقنعوا، مهما تقدم له من مستندات ومن معلومات ومن حقائق علميه، هو خلاص ترسخ في ذهنه ان الدواء المصري رديء. تمام. وصلنا للنقطه ديت، يبقى لازم يعني نعمل تيرن اوف ونجيب الموضوع من اساسه، نرجع بقى من اول، نشوف ايه القصه، ايه السبب، مين اللي ورا نشر هذه الثقافه الخاطئه. طيب قبل ما نشوف بقى مين اللي ورا نشر هذه الثقافه، هسألك برضو دكتوره ايمان، يعني بمنتهى الصراحه فعلا، يعني هل الماده الفعاله اللي موجوده في الدواء المصري تماثل مثلها من الدواء المستورد او الدواء الاجنبي؟ لان هي دي الكلمه اللي بتتقال، انه الماده الفعاله هي ممكن تكون نفس الماده، بس نسبه الماده الفعاله في الدواء المصري بتبقى اقل بكثير من نسبه الماده الفعاله في الدواء الاجنبي، وبالتالي الناس كلها تقول لك لا ناخد اللي هو طبعا فيه ماده فعاله اقوى. لا طبعا هو ده كلام غير سليم. طبعا الدواء المصري هو الدواء المستورد، نفس الكفاءة، نفس البايو افيلابيلتي، نفس الافكاسي، يعني نفس الفاعلية. وده مش كلامي انا، ده كلام المعامل، يعني تاخد عينات من مصر، عينات عشوائية من الصيدليات والمستودعات وغيرها، وعينات من الدواء المستورد واتحللت في الخارج، يعني في معامل في الخارج. تمام. ولقوا ان الدواء المستورد هو الدواء المصري في نفس الكفاءه والفعاليه وكل حاجه. طيب في عدا طبعا السعر، يعني سعر المستورد دايما تمام تقريبا 10 اضعاف. طب ده خلينا نسال بقى، احنا ليه بنستورد هذا الدواء؟ ما هو حضرتك زي ما قال دكتور صالح، احنا دلوقتي شركات الادويه دي شركات عملاقه، رؤوس ما فيش يعني تقنين للموضوع دوت. ما هو حضرتك احنا دلوقتي كنا في عصر يعني من الفساد 30 سنه اللي فاتوا. تمام. الشركات دي كبرت، وزي ما قال دكتور صالح ولدوا فكره ترسخت في ذهن ال 80 مليون اللي هو تقريبا مفيش حد فيهم ما بيعيش، مفيش حد فيهم ما بيتعاملش مع الدواء. المريض المصري معلش مهما كان برضه هو يعني شويه بيتعامل بفطرته، بيخاف. انت لو جيتي قلتي له لا ده احسن او ده اوحش اكيد على طول بياخد الاحسن حتى لو كان سعره مغالي فيه جدا. تمام. يعني احنا كتير بنقنع الناس يا جماعه، يعني في صنف ب 205 مثيله ب 30 جنيه. هو يعني هو مفيش اي اختلاف ما بينهم، لا 205. طيب ده هنا خليني ارجع اسالك برضو، هي يعني بيسموها ايه، لغه الايحاء للمواطن، بتبقى بتلعب دور مهم جدا ورئيسي جدا. المصري مظلوم، المفروض يطلع بره الدايره دي. المشكله الكبيره نرجع اللي احنا كنا بنقوله، الشركات الكبيره في فارق سعر رهيب ما بين ادويتها وادويه الشركات الجينيريك اللي موجوده في الدول البلاد زي مصر مثلا. هنتكلم على مصر، في شركات جايه من بره او استثمار اجنبي ممكن يكون لها مصالح في مصر، لكن هي استثمارات اجنبيه بالكامل. الفارق ما بين اسعارها وسعر المثيل المصري البديل المصري 10 اضعاف، ده حقائق. لما يبقى ده ب 85 جنيه مصري والتاني ب 7.5. ايوه. والاثنين نفس الكفاءة والفعالية والأمان والتركيب والشكل الصيدلي، وعندنا مستندات معتبرة من معامل مرجعية في العالم ان هما الاثنين تمام نفس الكفاءة والفعالية. فالشركات اللي انت بتتكلم على الايحاء، الشركات بتعمل ايه عشان تبرر فرق السعر ده؟ هو فرق السعر رهيب يا جماعة، اكتر من 900%. بتعمل ايه عشان تبرر فرق السعر؟ بتروح للاطباء تقنعهم، او يعني مش عاوز اعمل صدام ما بيننا كصيادله وما بيننا والاطباء. لا خلينا نقول بعض. لا ده انا هقول، لا طب خليني اقف على الجزئيه دي، لان انا برضو يعني معلش اسمحوا لي، انا برضو يعني انتوا عليكم عبء او عليكم دور كصيادله. هكمل دي بس. طب بس اخد اتصال تليفوني، اخد اتصال وارجع لحضرتك مره ثانيه. قول الو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك صيدلي ايهاب اشرف من البحيره. اهلا بيك يا استاذ ايهاب، اتفضل. اهلا بحضرتك. طبعا بحيي حضرتك وبحيي الدكتور صالح والدكتوره ايمان، وبحيي مجهوداتهم جدا، احنا كلنا معاهم. انت منضم للتجمع ده يا دكتور ايهاب؟ ايوه يا فندم. انت منضم للتجمع دوت معاهم؟ انا منضم معاهم وكل زملائنا معاهم، لان ده حضرتك الناس دي بتتكلم في قضيه مصيريه، يعني بيصلحوا في البلد وخايفين جدا على مصلحه المريض، وطبعا هيوفروا مليارات لمصر في الوقت الحالي. يعني البلد بتصرف مليارات وبترمي ادويه كتير فعلا، والناس دايخه حضرتك. ده المشكله دي هتحل معاهم مشكله النواقص. حضرتك المريض بيلف على صنف مش لاقيه وهو موجود في الصيدليات كلها بس من انتاج شركه ثانيه. تمام. وبيرجع يشتكي يقول
ما فيش وبعد الثوره والدنيا بايظه وما فيش ادويه، وهو موجود في السادات، ومش موجود واحده بس، ده موجود كذا مثيل. تمام. والوزاره بترخص المسائل دي كلها لاي شركه بتعملها. بس المريض بسيط ومش متخصص، مش فاهم ان هو ده ان دي نفس الماده العلميه بنفس الكفاءه وبنفس الفعاليه، وممكن يكون سعرها احسن دي كمان، بس هو عايز الدكتور كاتبه المريض. الصيادله النهارده يعني بدل ما تغير في ثقافه المريض بيفكروا يغيروا يعني منظومه كلها لصالح البلد ولصالح تمام. واخد حضرتك؟ هم دلوقتي بيقتربوا بدول متقدمه. ليه مصر النهارده ما تتغيرش، ما تبقاش زي الدول المتقدمه؟ طالما في مساحه للتغيير، طالما في امكانيه، طالما ان في حد ممكن يسمع صوتنا. جميل، اشكرك جدا دكتور ايهاب، الفكره وصلت، ودي يعني مزيد من التوضيح للي انتم بتطرحوه. حضرتك تكمل اتفضل. لا هو انا تعليقا بس على كلام زميلنا، انه مشكله النواقص هي السبب الرئيسي فيها التعامل وفق الاسم التجاري. كل مشاكل الدواء في مصر مرتبطه ارتباط وثيق الصله بالاسم التجاري اللي هو على عكس ما في العالم كله. تمام. نرجع لنقطه اساسيه مهمه، هو صلب الموضوع، انه الايحاء. الشركات الكبيره، ممكن هسالك بقى في الجزئيه دي، عشان حضرتك يعني قلت مثلا ان ممكن احيانا الطبيب، هو الحقيقه هنا في ثلاثه، يعني المسؤوليه هنا بتنقسم على الثلاثه. نمره واحد المريض نفسه اللي هو بيرفض، يقول لك لا هو عنده الرغبه، او انا عندي الرغبه كمريض ان انا اشتري الدواء المستورد عشان انا عندي قناعه بانه الدواء المستورد ده هو اللي هيفيدني اكتر بالماده الفعاله بتاعته. نمره اثنين الطبيب اللي بيكتب الدواء ويقول للمريض يا ريت تجيب ده، ما تجيبش حاجه ثانيه لو الصيدلي قالك خد حاجه ثانيه. نمره ثلاثه الصيدلي برضو، ما احنا ساعات بنروح للصيدلي هو نفسه بيقنعنا بانه بلاش ده وخدوا ده عشان ده المستورد وده الافضل. يعني هي المسؤوليه ما تقدرش تقع على عائق واحد بس. الصيادله ناخد من الاخر كده، الصيادله ما فيش صيدله يعني ده بيحصل يا دكتور، ما احنا بنتعامل مع صيادله. انا صيدلي وفي السوق وعارف انا بتكلم في ايه بالظبط. الصيادله من مصلحتهم ان الدواء المصري الرخيص يشتغل. ازاي هو من مصلحته ان هو يبيع الغالي؟ برضه خلينا نتكلم بالامانه، يعني ما هو من مصلحته ان هو يبيع الغالي. لا، من خلال خبرتي وتعاملي مع الصيادله، احنا المشروع اللي طالع منين اصلا؟ مشروع احنا اللي بنقول ايه؟ كل صيادله مصر معلقين البوستر ده. بيقولوا ايه؟ البوستر ده بيقول ايه؟ بيقول احنا عاوزين نشجع المريض المصري انه ياخد الدواء الارخص. ما اقروا يا جماعه المكتوب. لكل دواء اكثر من مثيل باسعار مختلفه. أيوة. استشر الصيدلي في الدواء الانسب سعرا وبنفس الفاعليه. معناه الكلام ده؟ معناه احنا صيادله مصر عايزين الدواء يعني اقل دواء يطلع. يعني ده بارادتهم طوعيه واختيارا كتبوا الكلام ده وعلقوه على صيدلياتهم، بيشجعوا او بيستحثوا المريض انه ياخد الدواء الارخص. ده رد على كلام حضرتك ان انتوا بتقولي فيه صيادله. لا انا بقول فيه، ما قلتش كل، بس قلت فيه. يعني احنا نتمنى ان اللي فيه بقى الجزء اللي فيه ده يبقوا زيكم، ينضموا ليكم ويبقوا كده. هو البوستر ده انزل اي صيدليه في مصر ان شاء الله هتلاقيه. اللي ما عندوش انا لغايه دلوقتي ما شفتوش. مش متابع الصيدليات قوي. لا بروح صيدليات بشتري، بس انا لغايه دلوقتي يعني ربما الكام صيدليه اللي انا اتعاملت معاهم على الاقل الفكره موجوده عندنا كصيادله. يعني لازم تنشروها. البوستر ده طالع من نقابه الصيادله، يعني الجهه اللي بترعى المهنه كلها. اوكي. نرجع للايحاء برضه. يعني كل شويه نقطع عليه. الشركات الكبيره بتنشر ثقافه خاطئه في المجتمع، انه الاول عشان تبرر فرق السعر ده ان الدواء المصري وحش. ايوه. تجيب الاطباء تلمهم في مؤتمرات، ومن خلال معلومات صيدلانيه بحته بتخاطب الاطباء. انا مش عارف ازاي هو الشركات بتجيب الاطباء بتتخاطب معاهم بمعلومات صيدلانيه بحته وتقنعهم ان الدواء المصري مش فعال. المعلومات الصيدلانيه البحته دي الطب مش هيقدر يقيمها. هو انا زي ما انا صيدلي مش هعرف اعمل عمليه جراحيه ولا هقيم محاضره ولا هستوعب محاضره في العمليات الجراحيه. الطبيب مهما يسمع من محاضر في الدواء مش هيقدر يستوعب الكلام اللي بيتقال. لما بياخدوه دخلوه المصنع مش هيستوعب اللي بيجرى في مصانع الادويه والالات والحركه الحركه الميكانيكيه بتاعه انتاج الدواء مش هيستوعبها، وبالتالي مش هيقدر يقيم الفارق ما بين الشركات الفرق المزعوم ما بين المنتجات. ايوه. فالشركات الكبيره عشان تبرر فرق السعر الرهيب ده بتقنع الاطباء ان دواء الشركات ديت هو اللي كويس، والدواء الشركات الاقل الموجوده في مصر غير فعال. طيب تمام. يجي الطبيب، يجي له المريض من خلال الثقافه اللي شربها الطبيب
بشكل متعمد منه او بشكل عشوائي نتيجه خد معلومات خاطئه، ربما يكون عارف الصواب، لكن من خلال الرحلات والهدايا والاحترامات اللي قدمتها الشركات للاطباء يعني هيجامل. طب ما يعني النقطه دي وصلت فعلا، ما انا بس يعني عشان هم ما فيش معانا طبيب دفاعا، وانا مش ضد برضه الصيدله، انا معاكم يعني، بس انا بحب اوضح الصوره انه احيانا الطبيب بيكتب فعلا دواء معين وبنروح الصيدليه، الصيدلي هو اللي بيقترح علينا انه بلاش الدواء ده وهديك البديل بتاعه مستورد احسن بكتير جدا، فيبقى الطبيب كتب. لكن الصيدلي ايوه ما فرديه، ما احنا ما بنقولش كده، انا ما بعممش على فكره، انا بقول حالات نادره سواء بين الصيدلي سواء بين الطبيب برضه. لا النادر مش هنتكلم فيه. ليه بقى؟ في اطباء في قضايا معروفه سرقوا اعضاء مرضى. طبعا. هل نوقف في عمليات الجراحيه عشان في 10 12 واحد وما اقدرش اقول كل الاطباء كده؟ الحالات النادره مش هنقيس عليها، احنا بنتكلم على العموم. طب خليني اخد اتصال تليفوني وارجع اكمل. نقول الو. الو. ايوه يا فندم، دكتور جورج معايا حضرتك. صيدلي منضم للتجمع الصيدلي المصري. تمام. مع الدكتور صالح والدكتوره ايمان. اهلا بيك. حضرتك اهلا بحضرتك. احنا شغالين في الموضوع ده من سنه ونص. ايوه. وتعبنا جدا عقبال ما عملنا التجمع ده. تمام. و بنكافح علشان نوصل صوتنا لمصر كلها. تمام. مش موضوع اسعار الدواء فقط. موضوع اكبر من كده بكتير، وموضوع الاسم العلمي ده حضرتك مطلب من مطالب الصيادله كلها، ويمكن برنامج حضرتك ده هيبقى اول مشاركه فعاله ان احنا نطلع بيه ننشر للعامه ان الدواء بالاسم العلمي هو الدواء، سواء اذا كان مصري او مستورد او باي سعر. تمام. وعندنا تفاوت كتير في الاسعار زي ما الدكتور صالح وضح. في حاجه ب 80 جنيه اللي هي تافانيك بالظبط، هي حاجه مش عايزين بس نقول اسماء. 7 اوكي 7 جنيه ونص فقط. أيوة. والفاعليه واحده. ايوه. مش هنقعد نشرح الاكزامبلز دي كلها، لكن ان شاء الله يعني نفسنا ان برامج التوك شو تساعدنا في الموضوع ده. احنا عايزين نوصل الثقافه دي للعامه كلها. الدكتور بيكتب صنف معين لانه في ديل، في بزنس، في شغل معين، ويصر برايه على الموضوع ده، وبكده المريض بيبقى نازل من عند الدكتور لابد ان هو يجيب الصنف ده، ولو جاب حاجه تانية يبقى كانه اخل بالترتيب الكوني. تمام. فهي دي النقطه ومربط الفرس اللي احنا عايزين نوصلها للناس. طيب اشكرك جدا دكتور جورج، شكرا جزيلا. دكتوره ايمان هرجع لك تاني بقى، يعني بما انكم مثلا عاملين الشعار ده وبتقولوا موجودين، يعني انتوا ازاي يعني بتترابطوا مع بعض او ازاي بتوصلوا لبعض؟ يعني مثلا زي ما بقول لك انا مثلا ما شفتش الشعار ده في صيدليه، طب انتوا دوركم ايه في ان انتوا تلفوا على الصيدليات ولا بتوصلوا لهم ازاي بحيث ان انتوا تضموا كل الصيادله دول ليكم؟ مبدئيا بس الاول عايزه ارد على نقطه حضرتك بتقولي لي الصيدلي هيبيع الاغلى سعر. بس عايزه ارد على حاجه، انا عايزه اقول ان برضو مش بعمم عشان انا معاكم والله يعني انا بس معاكم يعني. عايزه اقول يا جماعه ان المريض المصري ده جاري اللي قدامي اللي جنبي واخويا وابن خالي وابن عمي، فلا يمكن انا هتاجر بيه، لا يمكن. جميل. ولو ان هيبقى فيه اقليه، احنا خلينا نعترف ان في كل رحله في كده وفي كده. بس العامه انا معلش انا من مصلحتي ان انا احافظ على زبوني، احافظ على المريض بتاعي. انا اخر مرحله بيوصل لها الطبيب. انا اللي بقف بالساعات في الصيدليه اعرف المريض اللي قدامي ده في جيبه كام. تمام. هيعرف يشتري الدواء ده ولا مش هيعرف. انا اللي بقف اتكلم معاه واسمع منه حكاوي عشان اعرف الدواء اللي معلش انا بيجي لي المريض روشته بتبقى ب 200 جنيه ويقعد يفتش في جيوبه وما نلاقيش غير 50 60 جنيه. تمام. الاسم العلمي هيحل ده. تمام. يعني انا دلوقتي لازم لما الطبيب يكتب روشته لازم ابقى انا عارفه مادياته ايه، يعني ما ينفعش انا اكتب. يعني خليني برضو بس ارجع للجزئيه اللي كنت بكلمك فيها وبعدين هرجع للتفصيله دي مره ثانيه. انتوا ازاي بتضمنوا او لغايه دلوقتي نقدر نقول انه بنسبه كام في الميه من صيادله مصر
مجمعين على المشروع دوت او وصل لهم؟ يعني هل كل الناس وصل لهم المشروع دوت؟ تقريبا احنا على فكره من محافظات مختلفه، مش من القاهره بس. كل محافظه احنا بنرشح فيها 5 6 كده عشان يبقوا مسؤولين عن امانه التجمع. الناس دي بتبقى مسؤوله انها توصل الفكره دي لبقيه صيدليات المحافظه. تمام. طبعا ال5 6 دول تحت منهم كمان 5 6، كل 5 6 تحت منهم كمان 5 6. احنا بالمناسبه كمان معانا طلبه كليات صيدله على مستوى جمهوريه مصر العربيه. البوسترات دي احنا طبعا مطبوع منها ملايين، بتتلزق وبنبعت مسج، بنبعت عندنا بالمناسبه موقع على الانترنت بس حاليا لسه ما كملش. واحنا بنتواصل بقى مع بعض عن طريق بقى الفيسبوك، الاجتماعات. طبعا احنا بنعمل اجتماعات دوريه. تمام. اوكي. طيب هسأل بقى هنا على جزئيه خاصه عندنا صيدليات خاصه وعندنا صيدليات حكوميه وعندنا صيدليات كبرى اللي هي معروفه من غير طبعا ما نقول اسامي، اللي هي معروفه ان الصيدليات دي يوم ما الدكتور بيكتب ادويه معينه مستورده اتكل على الله وروح على طول على صيدليه فلان او فلان او فلان، عشان هي دي الصيدليات اللي معروفه ان هي بتبيع الادويه دي. انا عايزه اسالكم تحديدا على الصيدليات دي، متفاعلين معاكم، متضامنين معاكم من غير طبعا ما نقول اسامي؟ هقول لك على حاجه. الصيدليات دي اللي بتتكلم عنها السلاسل دي من الخطر الاكبر على مهنه الصيدله، واحنا لازم نتعامل مع هذه المهنه كرافد من روافد الحياه في مصر. لو احنا دمرنا مهنه الصيدله احنا خسرانين، المجتمع خسران. فالسلاسل هي من الحاجات اللي بتدمر المهنه. ليه؟ بتزداد المسافه ما بين الصغير والكبير في اي حاجه. يعني لو في المسافه لما بتزيد كده اعرف ان في خلل حتى على المستوى الانساني، على المستوى اي حاجه. لما في مسافه كبيره ما بين الصيدليه الصغيره والصيدليه الكبيره لازم يحصل فيه دروب في المهنه. بيترتب على ده انه المريض، السلاسل مش موجوده في كل حته في القاهره في العاصمه مثلا. يعني ممكن عشان انا عاوز اوصل لسلسله اركب ساعتين، رغم ان الدواء لو اتعاملنا معاه وفقا للاسم العلمي هيبقى موجود في كل صيدليه صغيره، لانه الادويه 400 اسم، 400 دواء، مش اكتر من كده. لا ما هو برضه دلوقتي بيقول لك يعني الدواء يصلك اينما كنت. احنا مش لكن انا بقول ايه؟ انقراض المهنه يعني في الصيادله الصغيرين، وهتقتصر على الكبار وتبدا السلاسل تخش ويبدا التوحش بقى، يبدا التوحش، يبدا الاحتكار بقى. ما هو ده الاحتكار بيجي منين؟ الاحتكار لما بتقضي على كل المنافسين الصغيرين ويبقى عندك الوحش الكبير ده هو اللي بيصنع الاحتكار. بالتعاون مع بعض الشركات الكبيره برضو في سلسله احتكرت منتج شركه. يعني لو انا مريض وكاشف في القاهره، كاشف في القاهره وانا من طنطا او كفر الشيخ، وشاءت الظروف ان انا مش عارف اخد الدواء من هنا فعاوز اجيبه من بلدي، مش هعرف. ليه؟ لان السلسله دي او الصيدليه الكبيره قوي دي احتكرت الدواء ده بالذات، رغم انه ليه 10 بدايل بره، لكن الطبيب مصر وكاتب في الروشته لا تصرف البديل مخالفه للقانون المهني. ده مخالف للقانون المهني واحنا هنتصدى هذا الكلام. الطبيب اللي بيصر بيكتب في الروشته ما ينفعش الصيدلي يصرف لك بديل، ده مش اختصاصه، وده تجاوز وتتعدي على تعدي على دور الصيدله، واحنا مش هنسمح بيه. احنا كنا فتره من الفترات مش عارفين نتحرك نتيجه انه الاطباء كان بالتعاون مع الشركات الكبيره كان لهم اسم في وزاره الصحه، الصيادله ما كانش لهم صوت، لكن النهارده ممكن يبقى لنا صوت عشان نحمي مهنه. طيب خلوني برضو اسالكم، يا زي ما سالتكم عن الصيدليات هسالكم عن المنتجات نفسها. يعني ما هو سيبك بقى من المنتج المستورد، خلينا نتكلم على المستوى المصري. طب ما في برضو تنافس ما بين الشركات المصريه، يعني هل التنافس ده بيبقى في صالح برضو يعني ان السعر كله يعني متقارب من بعضه، ولا في تفاوت برضو في اسعار الشركات المصريه؟ لا، هو اذا طبقنا الاسم العلمي الشركات هتتنافس على تقديم احسن منتج للمريض، وهتتنافس على خفض اسعارها. بدل ما هم بيتنافسوا يهادوا الطبيب الفلاني بتكييف ولا عربيه ولا رحله في تركيا ولا كده عشان يكتب الدواء عشان يكتب الدواء ده. وخلينا صراحه مع بعض، احنا يعني معلش وصلت المرحله ان هم ممكن يجهزوا عيادات على احسن مستوى للطبيب عشان يكتب منتج بعيد. برضه احنا بنتكلم في قله، ما بنتكلمش انا بس نقول ان ده عشان ده مش اتهام للاطباء، ما ينفعش نقول كده. فطبعا هم دلوقتي يعني الشركات هتنافس ما بينها وما بين بعضها على تقديم احسن منتج، تمام، على تقديم اقل سعر. ده اللي احنا عاوزينه. يعني ده معناه ان احنا لو طبقنا ده كمان حتى الاسعار اللي موجوده دلوقتي ممكن تقل. طبعا التنافس هيبقى ما بين الشركات. هضرب مثل حي. الدواء اللي ب 40 جنيه بره بيسلم طوعية واختيارا من الشركات لوزاره الصحه ب 3 جنيه في التامين الصحي. ده معناه ايه؟ معناه انه
ليه ده حصل؟ لانه بتعاملوا المستشفيات وفقا للاسم العلمي، مفيش هدايا ومفيش رحلات للاطباء، فاصبح الوسيله الوحيده اللي بتنافسوا بيها هي السعر، فبيعملوا مناقصات. الدواء ب 40 جنيه بره، خلي بالك بيعملوا مناقصات، يقعدوا الشركات يقعدوا قدام بعض قدام الوزاره يعملوا مناقصه، هتديني الدواء بتاعك بكام يا عم؟ ب 40 جنيه بره. بينزلوا في السعر، يتنافسوا على خفض الاسعار. ليه؟ لانه في تعامل وفقا للاسم العلمي مش التجاري. لو وفقا للاسم التجاري خلاص كل شركه بتعتمد على اسمها، بتقنع الطبيب او بوسيله او باخرى ان هو يكتب ده ويصر عليه، خلاص يبقى انا المريض انا محتاج الدواء 40 وخلاص. ما هو الطبيب كاتبه بقى، الطبيب كاتبه في الروشته، يبقى لازم عايزه. يعني بمناسبه ان انت ذكرت موضوع التامين الصحي، لان ده برضو ما هو ليه علاقه اساسيه بالدواء. يعني عاده انت ضحكت اهو من غير ما اقول السؤال، انت عارف انا هقول لك ايه. يعني عاده الناس تقول لك التامين الصحي ما بيصرفش الادويه اللي هي يعني فعلا تكون خاصه بالحاله. يعني مثلا ابسط الامور يقول لك ده بيصرف لي شويه فيتامينات، شويه مقويات، لكن ما بيصرفليش الادويه اللي هي ليها علاقه بالحاله. هقول لك السبب، وهقول لك السبب ان ليه بيتهم الدواء اللي في وزاره الصحه انه مش فعال. ميزانيه وزاره الصحه المفترض تكون 84 مليار. بحسابيا كده الشخص بيصرف كذا في السنه، ف 84 مليار. الميزانيه الحقيقيه تقريبا، انا مش راجل اقتصاد، لكن تقريبا 4 مليار. فده بينتج عنه ايه؟ انه احنا عاوزين في المستشفى دي بمليون جنيه بنحطه ب 1000 جنيه، فبنحط الادويه الاساسيه قوي يعني اللي نقدر نوفره. طيب العيان مش محتاج ده، مش محتاج ده، فقدامي حلين: يطلعه من غير دواء، يديله شروط فيتامين، ما هو مش طايل حاجه، فياخد الشروط الفيتامين وهو مش محتاج، وهو محتاج دواء ثاني، ما بيصحاش يقول لك دواء التامين الصحي وحش. لا، هو دواء التامين هو الدواء، وهو من نفس المصنع، هو نفس الشركه، لكن اتصرف وضع في تشخيص غير اللي هو ليه. تمام. يعني اذا انتوا برضو حاطين في اعتباركم الجزئيه ديت، يعني موضوع التامين الصحي ده مش بعيد عنكم، يعني او الادويه بتصرف عن طريق التامين الصحي لازم تكونوا مهتمين بيه او حاطين فيه. هي اصلا بتتصرف بالاسم العلمي، مش بتتصرف يعني التامين الصحي شغال بالاسم العلمي مش بالاسم التجاري، لكن محتاج ميزانيه اعلى شويه، بس محتاج زي ما قال الدكتور صالح يعني في حاجات مش موجوده، في ادويه مش يعني في حاجات في الروشته بتتصرف، وفي حاجات ثانيه بيتقال لهم روحوا اصرفوها بقى من بره عشان مش موجوده في التامين الصحي. لكن هي المشكله بتكلم فيها ان هو الدواء اللي بيطلع من التامين الصحي مكتوب عليه الاسم العلمي، مش الاسم التجاري زي ما احنا بنتداول فيه بره في الصيدليات العامه بتاعتنا بره. طيب خليني برضو الناس هتسال هتقول لك ايه طيب يعني البدائل بقى، يعني زي ما انتم مثلا من وجهه نظركم ان الطبيب بيصر على دواء معين. طب حاضر، اخد بس السؤال ده وهرجع لكم على طول. زي ما الطبيب بيبقى مصر مثلا على دواء معين عشان في بيزنس مثلا بينه وبين شركه معينه خاصه بهذا الدواء، طب ما هيقول لك بعد كده البيزنس ده هينتقل من الطبيب والشركه للصيدلي والشركه. يعني لما هيجي لك انا باسم علمي هتديني برضو اللي على مزاجك، عشان خاطر ممكن يبقى في بيزنس ما بين الصيدلي وما بين الشركه. يعني هينتقل البيزنس بس ما هو الى ما بين طرفين، هينتقل طرفين اخرين. ما هو انا هرجع هتقننوها ازاي دي؟ هقول لحضرتك ان برضو انا مصلحتي ان انا احافظ على زبوني. مش كل صيدليات مصر سلاسل صيدليات، ولا كل الصيادله في مصر كلهم هم الصيدليات الكبيره بس، لا، في صيدليات صغيره وصيادله صغيرين بيبداوا. فمن مصلحته ان هو يحافظ على مريضه، يحافظ على زبونه اللي هو بيجي وبيدفع له يشتري الدواء من عنده. ما ينفعش ان انا لما يجي لي زبون اديله دواء ب 80 جنيه، هيطلع يشوف يروح الصيدليه اللي بعد مني هلاقيه مثلا ب7.5. يبقى في حاجه عندي غلط. يبقى كل الصيادله، جموع الصيادله كلهم لازم هيحافظوا على مرضاهم، وهيحافظوا على شغلهم، وهيحافظوا على سمعتهم. زي ما قلت لحضرتك ان المريض ده هو اخويا وجاري وابن عمي وقريبي. يعني محسسني بان احنا بنتكلم في المدينه الفضيله، بس اتمنى ان ده يحصل. طب نضيف يعني. نضيف حاجه برضو عمليه قوي. بس اتصال بقى عشان معانا من قبل السؤال نرجع تاني. الو. نضيف حاجه عمليه ازاي هنضمن انه اللي احنا بنتكلم فيه ده هيتحقق على ارض الواقع. مش كل الصيادله زي ما انت قلتي. رغم ان انا انتقد هذا الكلام الموجه ليا ولابناء لا برضه على فكره انت حسيتني ان انا بتهمكم. لا انا بقول لك انا بتكلم عن الواقع اللي بيحصل. ما احنا اصل احنا عمرنا ما هنبقى في المدينه الفاضله، وعمرنا ما هنبقى كلنا ملائكه. فلازم هيبقى في ناس هقول لك الحل العمل اللي احنا اقترحناه تمام، وحل معمول بالمانيا والولايات المتحده الامريكيه. ده البوستر ده بيعمل ايه؟ تاني نعرضه تاني. بنلغي بيه ثقافه انه الدواء الغالي هو اللي كويس. لو وزاره الصحه ساعدتنا وبقى ده بوستر معلق ملزم للصيدليات انا اتعلقه، وفي خلال التلفزيونات نثقف المريض انه في مبدا
لكل دواء اكثر من مثيل بنفس الكفاءه والفعاليه. لازم الرساله توصل للناس النهارده. احنا بننفق ملايين على اعلانات لاهداف محدوده جدا. لا، الاعلان ده انا بقى اتمنى ان وزاره الصحه تتبناه، لانه هيغير ثقافه المريض. لو احنا عرفنا نغير ثقافه المريض ونقنعه انه الدواء الرخيص زي الدواء الغالي، هو بنفسه المريض بنفسه بقى هيجي يطلبه، هو هيطلبه، هو هيقول للصيدلي خلي بالك انا عاوز الدواء الرخيص ما تجيبليش الدواء الغالي ده. ايوه. دلوقتي مش بيحصل ليه؟ لان الطبيب بيقنعه بالعكس. أيوة. على عكس الواقع اللي احنا بنتمنى من زملائنا الاطباء ان هم يراعوا المريض. ارجوكم راعوا المريض شويه عن كده، لانه في ما ينفعش تكتب لي دواء ب 85 جنيه وتجبر المريض عليه. وفي عندنا 7 جنيه ونص. طب اعمل ايه؟ طب انا دلوقتي لا ده انت بص، انت بتتكلم على فكره، انتوا بتتكلموا حتى في الادويه اللي بتتكلموا عليها اللي هي الادويه مثلا، خلينا نتكلم حتى على مستوى دواء الصداع. يعني بنروح نشتري دواء صداع، اظن ده ابسط حاجه، ما فيش ابسط من كده، مفيش حد ما بيجيلوش صداع. فنروح نشتري دواء صداع، على طول كلنا بنروح نشتري عايزين دواء مستورد. اصل المصري لا، باخد القرص والقرصين وبقعد فتره. يعني وضحي لي برضو بقى دي، اقنعيني بيها انه ليه فعلا الناس كلها مقتنعه هل ده ايحاء برضو ان انا باخد دواء صداع؟ وثقافه موجهه من الاطباء ومن الشركات الكبيره. طبعا اولا كل شركه كبيره عايزه تحقق اعلى مبيعات وارباحهم بتوصل بالمليارات كمان. قولوا لي، هو الدواء المصري اللي احنا بنستهلكه هنا داخل مصر، واللي هو نفسه بيطلع بره، يعني بيوردوه للبره، بيبقى هو نفس الماده برضو الفعاله بنفس النسب بنفس كل حاجه، ولا زي الاكل مثلا الاورجانيك بيطلع بره واحنا ناكل هنا المرشوش؟ يعني معلش خلينا نتكلم بصراحه. يعني دلوقتي انت قلتي احنا في ده، يعني في ادويه احنا بنطلعها من عندنا لمصر بنطلعها بره. طيب لما احنا بنطلعها بره، الناس اللي بره دول والدول اللي بتاخدها مننا، يعني معلش ما هي الشكه فيه زي ما احنا، ما عشان كده بسالك، بيبقى هو نفس النسب في زوانا والناس اللي، ما عشان كده سؤالي هو نفس النسب، هو نفس النسب، هو نفس الكفاءة، هو نفس الفعالية، نفس الابسوربشن، نفس الامتصاص، نفس كل حاجة خاصة للعمليات الحيوية كلها بالدواء واحدة في كل الأدوية. بدليل حاجة، هقول لحضرتك حاجة، إن في طبيب بيكتب أبو 85 جنيه وليه ليه طبيب برضه زميله بيكتب أبو 7.5. تمام. لو هو أبو 7.5 وحش، يعني ليه فضل شغال طيلة السنوات اللي عدت دي كلها؟ ليه ما بقى يعني هو وحش خلاص؟ طب ليه وزاره الصحه ما سحبتوش؟ طب هقول لكم حاجه، ما بتكتبوش. هقول لكم حاجه، بس والله انا بس مش عارفه ليه عندي احساس ان انتوا حاسين ان انا ضدكم. انا معاكم والله، بس انا بقول لكم كل الكلام، كل الكلام اللي بيدور على السنه الناس، لان كل الناس اللي بتشوف يا سلام بص بقى بيقول لك الدواء المصري زي الدواء الاجنبي، فانا عايزه اقنعهم عن طريق ان انا بقول لكم عكس اللي انتوا بتقولوه عشان تقنعوا انتوا الناس بان الكلام اللي انتوا بتقولوه ده هو الواقع. يعني انت دلوقتي كنت بتتكلمي في جزئيه مهمه جدا. يعني لا، انا عايزه اقول لك انه الاكتر من كده كمان، انه احنا ساعات حتى لما بيوصل الدواء في ايدينا ونقول لا ده انا معايا الدواء دوت. يعني انت بتقولي حتى الدواء المصري لما الصيدلي بيديهولنا، ممكن واحد يديني دواء ب7 جنيه والتاني هيديني هو برده زيه بس بسعر اغلى. انا كمريض انا نفسي ببقى مش مقتنع بالفكره دي. يعني انا نفسي ببقى هو ليه يا فندم؟ هو ليه حضرتك؟ هو ليه؟ ما انت قاعد بقالك 30 سنه بتشرب ثقافه خاطئه. أيوة. الطبيب يكشف عليك نص ساعه ونص ساعه ثانيه يقول لك خلي بالك من الصيدله هيديك بديل، خلي بالك من انا عاوز ده بالذات. ما انا اكمل بس السؤال. اتفضل. يعني انا كمريض، ودي ثقافه احنا عايزين نغيرها، انه انا كمريض اول حاجه بقولها ده الدكتور اللي انا رحت له ده دكتور مش شاطر، ده كتب لي دواء ب7 جنيه ونص، هو اساسا يعني هي نفس الثقافه الخاطئه. هي الاثار المترتبه على هذه الثقافه. يعني ممكن اروح اغير الطبيب عاوزين نقتلها. ما هو احنا نعمل ايه؟ بس هنقول ايه؟ 30 سنه نفس السيناريو متكرر، الشركات تجيب الاطباء في مؤتمر ويتكلموا في الدواء هم مع بعض، خلي بالك احنا دوانا هو الدواء الاول في العالم، خلي بالك. في كتير من الاوقات كنا بنلاقي حتى هو دواء مصري اهو، عشان برضو يعني ما هو ده برضو من صور الفساد. انا معاكم بقى ان احنا بنتكلم في صور الفساد عشان برضو نوضح للناس الجزئيه دي، انه في دواء فجاه وفعلا يعني انا عن نفسي كنت بستخدم دواء كان سعره بسيط جدا، فجاه لقيته مش موجود في كل الصيدليات، في كل الصيدليات. ليه يا جماعه؟ اصل الشركه شالته عشان هتنزل البديل بتاعه. لا وقعدنا في الموال دوت شهور، كذا شهر يعني، وهو دواء يعني بسيط للغايه، حاجه بسيطه للغايه للمعده يعني. انا عايزه وفي الاخر نزل الدواء تاني. طب قعدنا الفتره دي ليه؟ ما هو ده اللي بيحصل، ان الشركات الكبيره تنقص تحتكر زي ما هي عايزه في السوق، هي دلوقتي المتحكمه في السوق، فانا بعمل فيه اللي انا عاوزاه. تمام. احنا بنشوف المرضى بيلفوا محافظات الجمهوريه، في ناس بتروح سينا تدور على دواء، في ناس بتروح الصعيد تدور على دواء. طب ليه يا جماعه؟ طب ما احنا يعني في مسائل موجوده في الصيدليات، وتقريبا كل دواء قدامه حوالي من 16 ل 18 مثيل.
تمام. من 16 ل 18 نسيج. احنا هندور على دواء واحد واحنا عندنا على الارفف ده معلش رفين في اي صيدليه في مصر يفرشوا صيدليه في انجلترا. طب هسألكم برضو سؤال تاني عشان نعرف انتوا جميل ان انتوا متبنيين الموضوع، يبقى لازم ان انتوا تتابعوه ولازم تقننوه. دلوقتي برضو لو احنا خلاص اقتنعنا، احنا كمرضى اقتنعنا بان الدواء المصري بالسعر الفلاني ده هو ده اللي فيه الشفاء، اعمل انا ايه لما اروح للصيدلي ابص الاقيه بيخبي الدواء ده ويقول لي مش موجود عندي الدواء ده عشان بيديه لحبايبه بس، يعني بيديه ناس معينه اللي هو عايز يخدمهم انه يديهم الدواء البسيط، يقول لك ما هو مثلا هو من وجهه نظره يقول لا مثلا الاستاذه ممكن تدفع فلوس اعلى فهديها الصوره مش كده يا فندم. دلوقتي احنا في كل شارع فيه حوالي 5 صيدليات ويعني كل عيله تقريبا فيها صيدلي فانا كمريض ما هو انا برضو زي ما بسافر لطبيب بره مصر خالص بختاره بالاسم بره مصر، لا انا هختار صيدلي من الشارع بتاعي اكون بثق في امانته. مش معقول مش هتلاقي صيدلي امين في الشارع في المدينه، يعني مش معقول. لا طبعا في فانا لو بس انا بكلمك اللي هم مش هيلتزموا هتعملوا معاهم ايه؟ يعني هل ليكوا دور مع الناس اللي مش هتلتزم؟ هل احنا ممكن مثلا كمرضى نروح نشتكي الناس دي في مكان معين، نقدم شكوى، يبقى في خط ساخن، احنا في حاجه من الحاجات دي؟ من ضمن المشروع القرار انه الصيدلي هيمنع من صرف الادويه البراند الغاليه بمعنى يعني من ضمن شروط المشروع ان الصيدلي هيمنع برضه تحسبا لبعض الصيادله اللي هم زي بعض الاطباء اللي هم سرقوا الكلى، ممكن برضه بعض الصيادله عندنا يعملوا نفس المشكله، فهنحمي المريض، هنحمي نفسنا الاول منهم وهنحمي المريض منهم. هنمنع صرف الادويه البراند، يبقى يمنع يحظر على الصيدلي صرف كده نصا عشان لما يصرفها بدون قواعد معينه يعني هيبقى لها قواعد. يعني بمعنى ايه؟ وضحها لي برضه. هقول لك، هو في حته في الولايات المتحده جبناها من القانون الامريكي بتقول ان الصيدلي مش هيصرف الدواء البراند الا في حالات معينه جدا، حالات محدده ومكتوبه يعني كده محدده في لسته. الادويه دي بس فقط هي اللي مسموح بها تصرف البراند، زي ادويه الانسولين والديجوكسين والحاجات اللي هي بيسموها عندنا نارو ثيرابيوتيك رينج، دي خلاص لازم نعتمد اللي هي مفيش منها بديل مصري، يعني نقدر نقول كده. او في عندنا حاجات يعني برضو عشان بعض الاطباء هيسمعونا دلوقتي ويقولوا الناس دي بتقول ايه، احنا برضو في استثناءات للمشروع اللي هي الادويه النارو ثيرابيوتيك رينج او الادويه الهرمونكس كلها او بتخلق بطريقه معينه يفرق فيها المصانع، خلاص دي هنسيبها. لكن ما عدا ذلك هيمنع الصيدلي من صرف الدواء البراند، لان احنا اصلا المشروع بيحارب هذه الادويه، مش بيحارب، ما احنا مش بنحارب عشان الشركات برضو ممكن تقف في وشنا، الشركات الكبيره لا احنا على الاقل الشركات المصريه تلاقي تعرف تشتغل جنبها، ما يبقاش التوحش ده. طب يعني اللي احنا مثلا هنا بنتكلم عن ادويه ايه؟ زي امراض ايه؟ بنتكلم عن ايه؟ المستثنى؟ لا الادويه العامه. اللي العامه بقى اللي الناس بتستفيد منها بقى 99% من الدواء. يعني قلب، ضغط، سكر. يا فندم انا بتوقع ان المريض مثلا الليفر او الضغط عالي مثلا اللي ماشي على دواء مثلا بالشهر بيصرف 300 جنيه، انا بوعده انه مع الاسم العلمي هيبقى 30 جنيه فقط وهيعيش بيه، يعني قصدي هيمشي بيه، لان في فرق في السعر يا جماعه كبير جدا. ايوه جدا. ومش بس كده، لو احنا فتحنا الباب شويه الشركات هتتنافس على خفض سعر الدواء اكتر. تمام والله، يعني ده اكيد انا بضم صوتي لصوتكم وبتمنى ان ده يحصل، وهنتابع معاكم الموضوع ده، ومشروعكم مشروع يعني يستحق بالفعل ان احنا نسنده وندعمه ونقوم باي حاجه انتوا تطلبوها مننا، احنا معاكم بالتاكيد. بس هرجع تاني واؤكد على انه المسؤوليه هنا مش مسؤوليتكم انتوا بس لوحديكم، مش انتوا بس اللي المفروض تنبحوا صوتكم عشان خاطر توصلوا للنتيجه دي، لا احنا كمان كمرضى كمواطنين كمرضى، لان مفيش حد فينا ما بيعياش ومفيش حد فينا ما بيحتاجش الدواء، فاحنا كمرضى علينا دور في ان احنا نساعدهم ونساندهم في اللي هم بيطالبوا بيه، ان احنا فعلا نروح نطلب الدواء. لا انا عايزه الدواء المصري، لازم نشجع اذا كنا بنتكلم عن المنتجات المصريه بشكل عام بقى، ما بنتكلمش على شويه هدوم وعفوا شويه احذيه وشويه شنط، لا نتكلم كمان عن الدواء المصري، بس يبقى عندنا قناعه، وده دوركم برضو ان انتوا تقنعونا وتؤكدوا على انه الدواء المصري هو فيه الماده الفعاله بالنسبه المظبوطه اللي فعلا تدي نفس الفاعليه وتخفف المريض او تشفي المريض. فنمره واحد احنا علينا دور كمرضى كمواطنين. نمره اثنين الاطباء بنناشدهم وبنضم صوتنا لصوت ضيوفنا انه لازم الطبيب برضو يراعي ضميره، ولازم يراعي يعني الحاله الاقتصاديه
نفسيه لكل المرضى بيمروا بيها. نمره 3 بنناشد كمان الصيادله ان هم رأفه بالمرضى، ان انت برضو كصيدلي ما تدخلش انا عندك عايزه يعني عايزه دواء مصري وتقولي خدي البديل الاجنبي عشان ده الافضل وده الاحسن وده الاقوى. انا بشكر جدا ضيوفي دكتور صالح منصور رئيس مجلس اداره التجمع الصيدلي المصري، شكرا جزيلا. دكتوره ايمان الجيزاوي المتحدث الاعلامي باسم التجمع، شكرا جزيلا، وبكم النجاح والتوفيق ان شاء الله باذن الله. بشكر كل مشاهدينا وامنياتي ليكم دايما بدوام الصحه والسعاده ليكم ولكل افراد اسرتكم. مساء الاربعاء القادم ان شاء الله لقائنا بيتجدد مع كل مشاهدينا في بانوراما الصحه.